بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد صوتها الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطري في سياسدنا أذكار الصباح والمساء عيلنا سيرنا أذكار ديوتو ميخل جين ديوش حدوش دروي وزر دعيا أنشو درس عوية لا مزدين شو ديشتلو تسبيحش ديسر أس تسبيح شي بار مش ديسر وين طبعا ليتشو أقدر سعوي ديوتون درجة الله نبوربنس الدعاء بعد المكتوبة فرز لامز دوي تولتها دعاء دردو فرز لامز تها دعاء در فرز لامز تها ألشي تيجي يوتشل ميتيج ميلوديو جيم ديح وحاور دوي أتحيات ديشنا ولا سلام دلني أتحيات دلن أتحيات يقع يجيو قدوبر الصلاة لامز شقي ألشي يوتشل يا سلام دلشو تحيولو خان يوز دبرو المكتوبة فرز لامز تحيول خان سبيل قليل ودبر الصلاة المكتوبة موضع من مواضع الدعاء فرز لا مزال تحيو الخانة دعنشتر ديك دول خانيو دعنشتر ديك دول خانيو فرز لا مزدين شلتها دعنشتر ديك دو فيشرع الدعاء أتسح دعدر ديك لورشتو بصالح الدنيا والآخرة دنيا إغرتا ديك نكديوش شو ديك لورشتو ديز لورشتو وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر المكتوبة وهنا صحابة يحكين خامش بو حديثشتو فيامر عليه الصلاة والسلام فزلا مزشلات إحا دعنش ديش خلال كاستغفاره مثلا دقوي شاف فزلا مزدين والشي استغفار ديش خلقتو ديليشين جشتر ديوش خلقتو فالاستغفار دعاء ديلي جشتر ديغر إذا دعا لوش مدو مثلا سلام مدلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولي قوز جشتر ديوش خلق جشتر ديغر دعدو وكان يدعو ويقول اشتا ويبيامر عليه الصلاة والسلام هر دعا خلا ديش ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك سنديل حي عازب حل واقع كل حر واقع حي ليش أيهدين بين غوتوش خينا حي ليش أيهدين بين غوتوش دينا صحي عازب كل حر واقع اشت دعاء كما جاء عن البراء قال اشتا البراء واتسوديس حديث دق كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يلشن دعا ختنا تخش لامز دشخينح أحببنا أن نكون عن يمينه ديل يلشن أتوا وختلوش خلرشش ويامرنا عليه الصلاة والسلام دعا ختن شش لامز دشخينح تسنى أتوا وختلوش خلرشش دائم هون خلال هون ألشي يقبل علينا بوجهه إذا لامز ديرزينا والتيحا بولشان تيرزين شخينح تسنيح شين تيرزين خليت الحم تسنيح شين تيرزين خليت قال تأقيد عدو يسأل براويتو فسمعته يقول فيامر عليه الصلاة والسلام سلام ديل جوتها هر دعدش خزير شين ربي قيني عذابك سنديل حي عاز باسوك الحر واقع يوم تبعث أو تجمع عبادك أها حليش دين بن غوتوش دينا يا أحليش دقل بشدينا تبعث ألشي دين بنا غيتوش دينا بوغدو تجمع بوغ دقل بشدينا بوغدو رواه مسلم هر حديث إمام مسلم ويتسو دارنا شيجينا إذا رجيه هنسو دقر ديشتل دعنش وشوي بيامرا عليه الصلاة والسلام سلام ديلشو تح ديشتل دلو دعنشتو لا مزل تح وروي أنه قال لمعاذ بن جبل اشتا بيامرا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ويتسونج إيلر ألدي أنادو حديثه أوصيك يا معاذ هاي معاذ أسبسيت دحوك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول هور لا مزلتها هردشنش آلز ما ديتلح هردشنش تسأورش ما ديتلح هشدقش اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله أعني على ذكرك سون غدي أحوحي غواء وشكرك حين شكر داء وحسن عبادتك حين خز عبادة داء رواه أبو داود والنسائي عن السنابه عن معاذ الحديث أبو داود النسائي الشاشنجين جحا دالنا سنابه ويتو معاذ ديسنال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إشتا عن حديث عديتين دو بيغمريغا تحم خاتر ال أي الدعاء أسمعه ميولغا تشخين عدين دول دعدو الله جوب دل جرق يعني ألسم جوب دل جرق ديك
ملوك شينا دين دول دعا دول قال أخبر عليه الصلاة والسلام أصحتنا جوفلوش الله جوف الليل الآخر بيسنا شولوش ديقن يقع دينك مثلا بيسين ديق يقع شي داق دقع حلقة داق أخذ شولو داق أخذ شولو ديق يقع دين دول لامز دين دول دعا إذا دو ودبر الصلوات المكتوبات فرض لامشتوي تسارل إحداشتلو دعا نشتو فرض لامشتات تسارل إحداشتلو دعا نشتو انت دبر لقوقع دبر تحبول شاري دبر بوغا إذا أتحيات ديشنا ويل سلم دلي يولخانيو ألا تحبول شعير ناخا دبر ألشي إذا سلم دل شو يحيى يولخانيو ألا رواه أحمد والترمذي هر حديثة إمام أحمد ترمذي داريندو شاشن جينح إذا ديلي ويل هينسا قزع وينا شيخ ديوتردو الجهر بالذكر بعد الصلاة لا مزدين شو ديش دول الذكر شو ديش خلال ويشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة لا مزدين شو ديش دول الذكر شو در مكشدو سنتدو بما يسمع نفسه ومن حوله شي نأخذ شي نقول لعبول شانا خزر دولوش ولا يشوش عليهم أما قيت شانا نوغلو يليوش نوغلو يليوش كسر يعني ذكر شو در بوش معن هدو باخو شي نأشي نقول لعبول شانا خزر كيبر ديردو تو ذكر أزوي يليوش أما شي نخاول شانا نوغلو خيليوش كيبر وقد كان الناس يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته برفع صوته بالذكر نخبت هرنا فيامر عليه الصلاة والسلام لامز ديرزين خلال تشق دهتن خلال سلام ديل خلال بيلغل دولش خلق تو ديل حاويشا از اي دربحن دولش تو ديل حاويش اي ديشتول از دوي از خسر ثاني بيلغل دولش خلق ناغنا فيامر عليه الصلاة والسلام لامز ديرزين خلال كما ثبت في الصحيحين إذا إمام بخاري إمام مسلم شنجين شعب بيلغل عن ابن عباس إيدريال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة ناغا فرز لامز دين شلتها ديل حوش أز أيدر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيامر زامن خيلدو ليلادو بيامر زامن خيلوندو ليلوندو لامز ديزين شلتها أز أيدر وقال ابن عباس سؤال دش نشتو كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ناغا لامز ديرزين خلال شين بيلغل دالر شين خأر تارا ديل حوش أزنش خشج يعني لامز دين شو ديش تول ذكر دوي إيديش تار شيء أزنش أيديشا شين خأل وربو وظاهره هنتا حقش لكودوس أميلة أن ابن عباس يسمعهم وهو خارج المسجد قريب منه ابن عباس لا تارا لامز دين شو ديل حوش ديش تول ذكر دات الذكر خزش خلق شا ماجدقان آرحة أما ماجدقان قول لي حولش ماجدقان آرح خلايزة أما ماجدقان قول لي حا خلايز لأنه لو كان داخله هنا شيء ابن عباس أس ماجدق شح خلي عاري فإنه يعرف انصرافهم بالرؤية شيء بعد ثاني جاجن بيلقل دير مدري خور مدري تون لا مزعد يرزيني ماجدق شح خلي عاري قش المدري تون بعد ثاني جاجوش بعد يرزين قول درسو تون أو بسماع التسليم من الصلاة يلامز عدي يزوش لشتو السلام دات يسلم دلرشين خزرسة خبر درسون لامز عدي يرزينا يعني يقام الدين والعباس ابن عباس الله ريز غليتون ما يديك شوح اللي حاريت لامز عدي يرزين خلال خينا خلدر يبعرقن قرزة شالون نقا يا سلم مش خزرت يقا ابن عباس ما يديك شوح سخلا ما يديك الآلح خلويسة أما ما لا أولح ويظهر أن صوت المصلين مجتمعين بالذكر بعد الصلاة أرفع من صوت الإمام وحده بالتسليم إنس ناغا لامز دين شو ديل حواش أي ديشتول أز شو وخ مغولي إمامات تو شا سلملوش يعني أولشتول أز دات أصلا لأنه لو كان صوت الإمام أرفع لكان ابن عباس أسمع له من صوت المصلين بالذكر والسنة سنة دو تسبيح دتشخنا ذكر دتشخنا يعني لامز دينا ولا تسبيح دتشخنا ذكر دتشخنا سنة أن يذكر كل واحد ذكره منفردا عن غيره هو رموء ذكر شاشادر يعني ديل حاور دي لامز دين شو ديشتو هو رموء
شاشة در سنته ولا يتعمد المصلون الذكر جماعة. يعني لا مشى دين بولناه ذكر تعني دغير تسبيز تعني در بوكودو سواء أن يرددوا خلف الإمام مثلا إمام أهلا أورش أو تعبول شان إمام انتح أهل الخليليز مثلا إمام سبحان الله أول يغوخ سبحان الله بو وإمام الحمد لله أول دعاية تنشار يغوخ الحمد لله أول إيش تلعب بيدات أو كل جماعة بعضه مع بعض يمسر ثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر بوشا إيش ديش دلع بيدات أم سنة تقول متسبيح الذكر شاشة در خدعة قزع بالقدير دوي آية الكرسي والمعوذات بعد الصلاة لا مزدين شلتها آية الكرسي دي شرقة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق ورصة سورة إيش دي شرقة. وللمصلي أن يقرأ بعد المكتوبة آية الكرسي لامز ديش والستقة شافرز لامز دين شلتها آية الكرسي ديش يشلشو ديش يشلشو. فقد جاء في ذلك حديث أبي أمامة مرفوعا وندج أصحاب يحا أبو أمامة ديس حديث فيعمل إيلر عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة نجح سنة ملخشوءة فرز لامز دين شلتها آية الكرسي ديشح لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت سنة يلسمني تشوها نوقلوا يشعهم لا كلمات يولر دوتو يعني يول ما بين يلسمني تشوه المويز بودو سنة يلسمني تشوها دعلوا يشلح شعهم خرمدات يولر دوتو بودو يولش تشوه. رواه النسائي وابن السني يرى شيجين تشوحا نسائي دارنا ابن السني ويتو دارنا من حديث محمد بن حمير محمد بن حمير ديس حديث لويزال عن محمد بن زياد محمد بن زياد تو عن أبي أمامة أبو أمامة ويتنجر ديس نايس وجود إسناده ابن مفلح ابن مفلح ويتو أس حديث إسناد جيد لنا ديك لنا تويس ديك لنا تو تمام إيه حديثة آية الكرسي دي شرح قاعدة فرز لا مزال. وأما المعوذات قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق دو إشي دي شرح دقوي ألشا فروي فيها حديث عقبة بن عامر أصحاب عقبة ابن عامر ديس حديثه قال سؤال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يلشنو شيك أمر دنيرا أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة هور لا مزلتها معوذات دو إش ديشال يعني قل أعوذ برب الناس ديش قل أعوذ برب الفلق ديشال وهو في المسند والسنن يحدث إمام أحمد ويتشنا سنن جين مسند جين أحدو ويشتا سنن جينشتو أبو داود سنن ترمذي سنن النسائي سنن أجينش كحدو مقادوي. ولا يصح في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلوات المكتوبات حديثا أما تعمدو فرز لامس دين شلتها إخلاص سورة دو يقول هو الله أحد فرز لامس دين شلتها قل هو الله أحد إخلاص سورة دو يشردو ألا بوخ بولش حديث ناس إخلاص سورة دي شرح فرز لامس دين شلتها بوخ بولش حديث ناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق إيش دي شرح دو إخلاص دي شرح دات إلا أن بعض العلماء أدخل الإخلاص في المعوذات دلع تاعهم دون تدمية معوذات دوي فرز لامس دين شلتها دو يشتل قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق دوي أتشين يقدرين صحبوا الشهر إخلاص سورة هم يالشي فقو معوذات ألدخ أن أقرأ بالمعوذات فيامر الشيخ أمر دير معوذات ديش أل صحبوا علمنا معوذات ألشي قل أعوذ برب الناس أتيق دايتنا قل أعوذ برب الفلق أتيق دايتنا إخلاص أتيق دوغا صحبوا علمنا نقول دوي ويش بوخ بولشة إخلاص دوشر دو الحديث ذات أما معوذات أتيق إخلاص دوغا صحبوا علمنا. وقد جاء في بعض روايات حديث عقبة ديسن دول الحديث داتر تنا حنا خامح لفظ المعوذتين الحديث لفظه تاقو شيء قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق بيتصور شيء معوذات الجمع المعوذتين الشيء بيتصور شيء دو عقبة ديسن دول الحديث داتر أن أقرأ بالمعوذات الدرق فيامر أمر ديش معوذات ديش المعوذات جمع دي أما عقبة ديسن دول حديثا قيج رواية تاع المعوذتين الدو تويس لنا مش استهدي الدو شي معوذات ديشال. وفي بعضها النص على أول آية منهما تحضر شو
رواية شكح بيلقل دندو ديش تلقى وتشينا سورة الحلقة آية دوال. ولكن ثبت في البخاري من حديث عائشة أما إمام بخاري وتنجيني شو عائشة ديس حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة فيمر هور بيسن شاد عوج متوالج دائما هدور جمع كفيه شيشيكيغا دعلوتيه فقرأ الإخلاص والمعوذتين شيشينكيغا إخلاص سورة ديوشي فلق سورة ديوشي الناس سورة ديوشي ونفث فيهما شيشينكيغا هوب أوليه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده تاشي نظم قوتشو إشيشيكيغ شيديغ مصن حق قوتشيش تحقرتو يفعل ذلك ثلاثا إبواس وقوز بور مقدي ولمن قرأ المعوذات دبر الصلوات أن يقرأها مرة هذه قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق داتر المعوذات إيش فرج لا مش دين شو دع ديوش لا تعوذ ديش عن تحشتوش ولم يثبت قراءتها بعدهن ثلاثا المعوذاتش فرج لا مش دين شو دحا قوز ديش ديز ألا بخبرش حدي أندات ولكن جاء عند أبي داود دلع أبو داود جيني من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه عبد الله بن خبيب ديس الحديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيمر شيك إيدر آل قل قل هو الله أحد يعني قل بوخذ ديش بودو قل هو الله أحد هل إيش نعدو لشتول إخلاص سورة ديش والمعوذتين شي معوذتي فلقي الناس إيش ديش حين تمسي وتصبح أولين والجي سيولين والجي 3 مرات قوس تكفيك من كل شيء مصوه من متى اشتو أردون مصوه حضروا اشتو أردون وقح قوس ديش أردو لا مزشلت إحداثر لا مزشلت إحداث أولين سيولين والجي أردوهر لا مزلت الناس الفلق اش ديش لا تاتسوس ديشتو أما عيرني سيرني ديشتو أذكار شنو قاعد ديشتو لاح تاق إخلاص سورة فلق سورة ناس سورة قوس ديشتو وهذا في التعوذ للصباح والمساء هوك حديث حق هنز ديلي لرور ديوش سورش ديش ديش عيرنا ديشتو البيلغل ديمدو لا أدبار الصلوات فجلا مساشلات إحا ديش ديك دات هوك حديث ديش ديك عيرنا ديش ديك مجبري ديك دو فصل أذكار لأعمال يومية ويدن ليلو اشتغل غول قشكع ديوش اشتغلوا أذكار ديوسو داقدوها كده أقوى تحتسا أرولش تشولش تيهم يوش تيهم دايقش ديوش اشتغلوا أذكار ديوسو دوها ذكر لبس الثوب دوخر تدو وشخينح ديشتغلوا دعا عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري سديتن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا الله يلجنوه دائما شاكل دوغر تدو وشخينح ودور سماه باسمه أصدوغر يتأيقي إما قميصا أو عمامة هرا كوتشي أولي يا هرا تشولبي أولي تنتأيقي ثم يقول أقر دعنور يعني شاكل دوغر تدو وشخينح هر تشولبي أولي تنتأيقرتو تشولبي لاتو كيل ديوشن هر كوتشي أولي تنتأيقرتو شاد ديوشن كوتشلا أقر دعنورتو اللهم لك الحمد يا الله حون بخستم أنت كسوتنيه أحيوه نقهر سونته حوق سونهات أيوه يلرك أسألك من خيره تنا ديك ديوق أسوك وخير ما صنع له تندين دول ديك ديوق أسوك وأعوذ بك من شره تنا ونغل اللصحيت وشر ما صنع له تندين دول ونغل اللصحيت يعني وخير ما صنع له دوخر دوي شي دوح دين دول ديك ديو شاعر بودو أسألك من خير دوخر ديكا ديو شاعر وخير ما صنع له شي دوخر دين دول ديك ديو دوخر مش هم دوح دين دو الله متأخريت يتيحدوش الله عبادتين دالوخ دال عبادتا وخليت الحم شي عورة تعقول دا قول تنساني كيحشول يعني أس ديك نشان دين دوخ يدوخر شي دوح دين دول ديكا ديو غسوك الدوخر ديكا يدوخر شي دوح دين دول ديكا ديو أس كيبر حوز دالوس أس دوخر يوونخ يدوخر دين دول شي دوح دين وونخ لالوس حوز يعني بو كدو هردوخر الله عيس خورش دول شو ما دعليل در حوز لالوس تاقار دوخر تيدوخ كورل يرخ لالوسو كده قال أبو نضرة ويتسوديس فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له أصحاب بيمر أصحاب الشينيق يحتحمى
كل دوغرت إدوخشا كل دوغرت إدوخشا جيتي آلوش آلر تبلي ويخلف الله تعالى إدوغر أهلي لا دينا تشلويلة سيلا وجه الله تلمتن خيس حون قنيق لويلة أذكار الخلائق حشتوك شوودو تشينا أولشتلو أذكارش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك ديسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال فيمر دائما شاحشتوك شوودو تشينا حر ذكر ديشر اللهم إني أعوذ بك يا الله بقى صحيح سلرلا من الخبث والخبائث بيرشو تيجو شيتنخ رواه الشيخاني هر حديثة شين شيخ دالين شين جينا ويشتالشي بخاري مسلمة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبو طالب ديسنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يلشن إلى الآن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول جنشنا أدمشي عورتش تسقويش إش حشتوش بانش خينا دحلو خلش دك استقو آدم دخ بسم الله ستر بوغ حجاب حاجز بوغ دو ستر ما بين أعين الجنس وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء تسع آدم دون حشتوش دخشا وت أدمي عورتو إذا جنش قردوش سنة دحلو خلشتولهما أن يقول آدم بسم الله الله انزرزل رواه الترمذي هر حديث ترمذي ستالين شجانا ويش تالشي عاشتوش وش نستقوى بسم الله آلها شيء نشدوي جنشدوي تسانا تن عورت قردة توي تسولي تن عورت يحيجا إيقا إيشوشدوش. وعن عائشة رضي الله عنها الله ريز خليل عائشة دوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال فيمر شحشتانير آروالش دائما أولر غفرانك يا الله جشتر دوح بقايا ودعوية تان ليرة درس دير زوردو يعدو غش درس يعسي لحوش الله وين بوربلح إشتا قدول شيرش كحدينحا ويغلقش كا ويحيزر يع آلشو دولر يع أولشتلو أسكاشتا تشا ديوشوشا جين دير زوردوي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.